كتقلبي على شي حاجه لكوتي بلا حليب بلا ياغورت بلا زبده، جبت لك هاد الكراس بحجم عائلي كيجي مفشفش ومقطن من الداخل بمكونات زيد اقتصاديه فعلا كيستحق التجربه. المهم الا عجبكم الفيديو خليو ليا واحد لايك وبارطاج باش تعم الفائده على الجميع، وكذلك واحد تعليق محفز باش نزيد معكم ان شاء الله للقدام. المهم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في واحد الاناء وضعت كأس من الماء اللي يكون هكايا دافئ، نصف كأس من السكر حبيبات، كذلك غنوضع ملعقة كبيرة ممتلئة من الخميرة الفورية. غادي نضيف كيس من الفانيلا وغنخلط كل شيء مزيان. صافي بعد ما غيندمجوا العناصر غادي نضيف واحد ربع كأس من الزيت النباتي، وغادي نضيف كذلك ابيض بيضه وغنحتفظ بالاصفر. الاصفر غنخليوه باش غنزينو به، والابيض غادي نوضعوه مع المكونات. بالنسبه لهذا الكراس هذا راه هو جد اقتصادي، غير من المكونات ديالو غادي يبان لكم العربون. صافي هنا غنضيف كأس من الدقيق الابيض وغنخلط كل شيء مزيان حتى كيختفيو لنا دوك التكتلات اولا دوك الحبيبات ديال الدقيق. من بعد غادي نغطي على الخليط ديالي وغنخليه لمده ديال 15 دقيقه كيرتاح. بعد ما مرات عليه 15 دقيقه غنضيف واحد معلقه كبيره ديال الزنجلان او السمسم وملعقه صغيره من النافع. غادي نخلط مزيان وغنضيف كذلك الملح اللي كتبقى حسب الذوق. انا ضفت تقريبا واحد ملعقه صغيره. وغادي نضيف الكأس الاول من الدقيق الابيض. غادي نخلط مزيان، من بعد غنحيد الطراب اليدوي وغنضيف الكأس الثاني وغادي نخلط. بالنسبه لهاد البريوش الا بغيتو ينجح معاكم العجين تكون مرخوفه وكتلتصق شويه في اليدين. هنايا ضفت نصف كأس من الدقيق، بالمجموع ضفت 2.5 كيسان بلا داك الكاس الاول اللي درنا في الخليط. صافي يعني بالمجموع احتاجيت ل3 الكيسان ونص من الدقيق الابيض. صافي هنايا خلطت مزيان بلا ما دلكتها ما حتى شي حاجه، وخليتها ارتاحت حتى تضاعف الحجم ديالها مزيان ضروري تخليوها تختمر. وهنايا خرجت من داك الهواء. بطبيعه الحال راه كندهنوا اليد ديالنا بالزيت، وغادي ندير هكايا واحد الورق ديال الزبده اولا ممكن دهنوا غير بالزيت المقلاة ديالكم اولا غير لاطه. صافي وخليت كورت ديك العجين ديالي وخليتها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. من بعد رجعت ليها وبسطتها هذا الشكل هذا. ضروري تبسطوها مزيان لانه مازال كتنتفخ، وغنخليها حتى تعاود تختمر. هنا خدات معايا تقريبا واحد 20 دقيقه باش اختمرات. من بعد غناخد داك اصفر بيضه وضفت ليه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، قطره من الخل، وغادي ندهن ديك البريوش ديالنا اولا داك الكرز ديالنا غادي ندهنو مزيان وغادي نرشو بالزنجلان. من بعد غادي ندخلو الفران اللي كنكون سخنته من قبل. المهم العافيه كتكون متوسطه من الاسفل ديالو حتى كيبان لينا دوك الجنيبات ديالو تحمروا. كنخصو النار وكنخليوه باش كيتحمر من الاسفل على خاطرو. من بعد ما كيتحمر من الاسفل كنشعلو عليه من الوجه ديالو ياخد داك اللون هكايا محمر وكنخرجوه. كنقدمو معكم بالصحه والراحه. هنايا راه قدمته هو مازال سخون. المهم ملي تخرجوه من الفرن حاولوا انكم تغطيوه بواحد الثوب باش هكا تيرجع عليه داك الصهد وكيجيكم مقطن من الداخل. نخليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.